نفسك تصطاد سمك القراميط او السلاور، بس مش عارف طريقة صيد القراميط ازاي وهصطاده امتى وهتصطاده منين. في الفيديو ده هقول لك كل المعلومات اللي انت محتاجها عشان صيدك في القراميط يكون ناجح. انا خالد الغندور، ودي قناتكم قناة قلب صياد، المرجع الاول لكل اسرار صيد السمك العذب والمالح. وزي ما قلت لك وهقول لك وهفضل اقول لك لو ليا عمر ان شاء الله مش هسيبك الا وانت احسن صياد عذب او مالح. اكل القرموط ممكن يختلف عليه الهواه، ناس تكون بتحبه وتاكله وناس ما بتحبوش وما بتاكلوش، لكن الهواه كلهم بيتفقوا على ان صيد القرموط متعه. وقبل ما نخش في الجد، لو انت مهتم بكل اسرار صيد السمك العذب والمالح ما تنساش تشترك في القناه وتدوس سبسكرايب وتفعل الجرس على الكل عشان ما يفوتكش اي سر من اسرار قلب صياد. عشان تصطاد اي كائن لازم تعرف عنه كل حاجه، وده اللي احنا هنعمله في الفيديو ده. هوصل لك كل المعلومات اللي اعرفها عن سمكه القرموط، وفي نفس الوقت عشان صيدك يكون ناجح لازم تعرف افضل طعم تستخدمه لصيد سمكه القرموط او السلاور. وده اللي هقدمه لك في الفيديو التالي للفيديو ده، وهيكون اللينك بتاعه موجود على شاشه النهايه وموجود في صندوق وصف الفيديو. الفيديوهين مرتبطين ببعض. فيديو تعرف عن الكائن اللي هتصطاده اللي هو سمكه القرموط، كل المعلومات الكامله، بيعيش فين، بياكل ايه، طريقه اكله، عشان تعرف تستهدفه وتصطاده. والفيديو الثاني هيكون بيتكلم على افضل طريقه عجينه لصيد سمك القرموط او السلاور. ان شاء الله يكونوا مفيدين ليكم باذن الله، ويحققوا نجاح زي الفيديو اللي اتكلمنا فيه قبل كده عن صيد سمكه البلطي واللي موجود دلوقتي في علامه الاي. اللي ما شافوش يقدر يدوس عليه ويتفرج عليه، وان شاء الله يكون مفيد باذن الله ان شاء الله. زي ما احنا متعودين في بعض الفيديوهات اللي بيكون فيها شويه شرح، بتكون مدتها طويله شويه. فلو انت من الناس اللي مش بتحب تشوف الفيديوهات الطويله، لو دخلت على صندوق وصف الفيديو هتلاقي الفيديو متقسم مقاطع زمنيه بالتوقيت بتاعها، كل مقطع بالعنوان بتاعه، تقدر تختار المقطع اللي انت عايزه. لو دوست على الارقام اللي موجوده جنب المقطع ده اللي هي الفاصل الزمني بتاعه، هينقلك في الفيديو على طول للحته اللي انت عايز تشوفها. اما لو انت عايز تستفاد بكل المعلومات المنتشره طول مده الفيديو، فكمل معايا الفيديو للاخر، لان في كمان في اخر الفيديو جزء مهم جدا غير موضوع العجينه. عشان تعرف تصطاد اي كائن لازم تعرف عنه كل حاجه، عشان تعرف ازاي تلعبه وتضحك عليه وتصطاده. فقبل ما هقول لك على طريقه العجينه اللي هتستخدمها في صيد سمك القرموط، لازم اعرفك ايه هو سمك القرموط وفين بيعيش عشان تعرف تستهدفه في الاماكن اللي بيعيش فيها. سمكه القرموط هي عشان نبقى عارفين اسمها في بعض الدول العربيه سمك السلاور وسمك الجري، عشان في بعض الدول العربيه ما بتقولش عليه سمك القرموط، وموجود كمان في بعض الدول الاجنبيه وبيكون اسمه الكاتفيش. دلوقتي عشان تعرف كل حاجه عن سمك القرموط، هو بيعيش في الميه العذبه، يعني زي عندنا هنا في نهر النيل، وفي بعض البرك والمستنقعات والبحيرات المقفوله، بس اغلبها بتكون الميه بتاعتها ميه عذبه. هو كائن مش بيحب النور قوي، دايما تلاقيه مستخبي في الاماكن اللي اضاءتها خفيفه، يعني ممكن تلاقيه تحت الورد بتاع النيل، ممكن تلاقيه جنب الهيش او الغاب اللي بنلاقيه دايما في الاجناب بتاعت النيل او في التفريعات بتاعته. ممكن تلاقيه في الاماكن الظل اللي تحت الكباري. هو مش بيحب النور قوي، بينشط قوي بالليل. مش معنى كده ان هو ما بيهاجمش بالنهار الفرائس بتاعته، لكن حركته بالليل بتكون اكتر. سمك القرموط بيحب الاكل بتاعه او الفرائس بتاعته اللي بيكون ليها ريحه قويه جدا. عشان كده الطعم بتاعنا النهارده له ريحه قويه وبتكون جاذبه ليه قوي. كل ما عرفنا الصفات بتاعت سمكه القرموط او السمك اللي احنا بنستهدفه، بنعرف ازاي نوفر له الطعم المناسب ليه عشان نعرف نصطاده.
فاحنا كده عرفنا ان هو بيحب الروائح النفاذه جدا وبيحب الاكل بالليل. هو كائن ذكي جدا في الاكل بتاعه وحذر جدا. هو بيعتمد انه بيحسس على الطعم بتاعه وبيجربه الاول قبل ما ياكله، وبيستعمل في كده الاشناب بتاعته ان هو يحسس على الطعم. فعشان كده لو السن بتاعك باين من الطعم وهو حس بالشوكه بتاعت السن، هو مش هيخش على الطعم ده. يبقى شوف كل الصفات اللي احنا بنتكلم عليها مهمه قوي عشان ازاي تعرف تصطاده. الموضوع في الصيد يا جماعه مش اني احط طعم في صناره وارمي ومره طلعت ومره ما طلعتش، لا، لما اكون فاهم الموضوع كويس هعرف ازاي استهدف السمك كويس واجيب منه حصيله كبيره. فالقصه مش طعم في سن وارمي الصناره وخلاص. عشان كده انا بهتم دايما بالمعلومات اللي بتفيدنا وبتخلي تجربتنا يعني نجاحها مضمون اكتر. انا بديك خبره ال40 سنه صيد، بجهزها لك وبقدمها لك عشان تكون مفيده ليك. انت ما تتصورش انا بكون قد ايه سعيد وفرحان لما حد بيجرب طريقه من الطرق بتاعتي وبتكون ناجحه بالنسبه له. انا ببقى سعيد بالسمك اللي بيطلعه يمكن اكتر منه هو ما بيطلع. كده بعد ما استعرضنا اهم الصفات بتاعت سمك القرموط، اظن كده بقينا عارفين هنصطاده فين. يعني انا لما اجي اصطاده هروح جنب الهيش، هروح جنب ورد النيل، هروح في الاماكن الميه الضيقه. كده انا ابقى عرفت انا الصيد بتاعي موجود فين. يعني مش هاجي في ميه واسعه وميه سريعه وفي نور وفي عز الظهر واقول ان انا هصطاد قراميط، لا. طيب ايه الاوقات المناسبه جدا لصيد القرموط؟ من بعد الفجر لحد الصبح كده، مثلا الساعه 7 8، وترجع تاني تشتغل عليه في الفتره اللي هي من بعد المغرب، ماشيه معاك لحد الفجر وهو بينشط جدا بالليل. وزي ما عرفنا ان الطعم بتاعك سواء كان العجينه او اي حاجه تانية لازم يكون له ريحه نفاذه. والتركه التانية اللي بقول لك عليها هي ان السن بتاعك ما يبانش، هو ما يحسش بيه، القرموط ما يحسش بيه. تعالى بقى اقول لك على تركه تانية من خلال الخبره بتاعت السنين دي كلها، وهي انك ما تشتغلش على القرموط في ميه انت مش متاكد ان القرموط موجود فيها، والا هتبقى بتضيع وقت. طيب هتقول لي ازاي اتاكد ان القرموط موجود في المكان ده؟ اول حاجه زي ما قلنا هنروح الاماكن اللي احنا عرفنا ان هو بيبقى موجود فيها، جنب الهيش، جنب شويه قمامه كده مرميه على الميه عامله شويه ريحه فهتجذبه، تحت ورد النيل، جنب البوص. طيب عرفنا كده المكان. طيب هعرف ازاي العلامات ان هو موجود؟ القراميط، ودايما بتكون حتى في موسم التزاوج بتاعها انت هتسمع ترزيعه في الميه، يعني هتسمع في حاجه بتخبط تحت في الميه كده. حتى لما كنا بنصطاد زمان في التفريعات بتاعت ترعه السلام زمان قوي لما كنت شباب يعني، كان في بعض الاماكن هناك فيها بوابات حديد، انا كنت بسمعه وهو بيرزع في البوابات الحديد دي وبيخبط فيها. فانت ممكن ده سمعانك للصوت بتاعه كده يبقى انت عرفت ان هو موجود. طب في علامه تانية؟ في علامه تانية. هتبص على سطح الميه اللي موجود قدامك، لو لقيت في شويه بقاليل هواء كده، فقاقيع هواء بتطلع قدامك كده على وش الميه فجاه زي ما يكون حد تحت بيتنفس، يبقى المكان ده فيه قراميط. القراميط وهي بتحفر في الارض في الطامي بتطلع الهواء ده فبيكون موجود. طيب يبقى انا كده عرفت مؤشرين يخلوني اعرف ان في هنا سمك قراميط. صدفت في مره وانت بتصطاد طلعت سمكه قرموط صغيره وانت شغال على البولتي او حاجه، يبقى برضو المكان ده فيه قراميط. يبقى احنا كده عرفنا ازاي هنتاكد ان في قراميط موجوده دلوقتي، فانا هشتغل عليها واستهدفها. طب هشتغل عليها في الشهور انهي؟ معاك شهر 4 5 6، وبعدين ترجع تاني من نص 9 كده 10 11 12 قليل شويه. فتره الشتاء مش هتلاقيه موجود الا قليل جدا ونادر جدا. القرموط له ناس بتستهدفه بتصطاد قراميط بس. طرق الصيد بتاعتها معروفه والطعوم بتاعتها معروفه، بس ما بيكونش فيها تطوير، يعني بيبقى عارفين خلاص بيصطادوه بالبوشه، حاجه اسمها البوشه. وفي ناس بتصطادوا بالمصارين بتاعت الفراخ. انا العجينه بتاعتي مش هكون لا دي ولا دي.
انا بحب دايما ان انا اعمل خلال فتره صيدي اللي امتدت 40 سنه بشوف الدنيا بره فيها ايه، وبشوف مش لازم اشوف طريقه واحده واشوف هعرف اصطاد بيها ولا لا. لا، بحاول اشوف الدنيا بره بيصطادوا بايه، وبجرب وبشوف الطريقه دي نجحت معايا ولا لا، وفي النهايه بكون تجربتي الشخصيه وبشوف انجح حاجه اشتغلت معايا ومناسبه ليا فبشتغل بيها. يعني في بعض الناس مثلا مننا كهواه ما بيحبش موضوع انه يتعامل مع المصارين بتاعت الفراخ والحاجات دي وكده، فبالتالي هو مش هيشتغل بالمصارين. في ناس تانية بتحب ما بتحبش تتعامل مثلا زي البوشة دي، لأن بيبقى داخل فيها السبلة اللي هي المخلفات بتاعت المزارع بتاعت الفراخ، فطبعا ريحتها بتبقى فظيعة، ففي ناس ما عندهاش طاقة ان هي تتعامل معاها. فكل واحد له ظروف معينة يعني، فما نقدرش نقول ان هي دي الطريقة وبس لصيد القراميط. لا، انا الطريقه اللي بقولها لكم النهارده هي طريقه انا كونتها من خلال التجارب وجربتها وكانت ممتازه جدا ونتائجها كويسه جدا، وكانت فعاله معايا. فاللي يضطرني ان انا استعمل طرق تانية احيانا ممكن تكون متعبه او مجهده او مش مناسبه ليا او لغيري، فكل واحد لازم يكون له تجربته الشخصيه. فعشان كده انا الطريقه بتاعتنا النهارده ان شاء الله بطمنكم انها طريقه كويسه جدا باذن الله، وهتكون نتائجها كويسه جدا معاكم وممتازه. وبتمنى اكون ان شويه المعلومات اللي قلتها لكم عن سمكه القرموط تكون مفيده بالنسبه لكم، اللي ما كانش يعرفها او اللي كان يعرفها وراجعها معايا، لان المعلومات دي مهمه جدا وانت بتصطاد السمكه. ده بيخليك تعرف ازاي تتعامل معاها. في الفيديو ده من حيث المعلومات الكامله، وفي فيديو هيكون اللينك بتاعه نازل على شاشة النهاية، ده عن أفضل عجينة لصيد سمكة القرموط كانت ليها نجاح معايا. إن شاء الله تستفاد بيها بإذن الله. في حاجة تانية لازم نكون عارفينها برضو عن سمكة القرموط، وهي إنه القرموط أحيانا بيطلع على وش المية ياخد نفس، يتنفس، ياخد هواء ويرجع ينزل تاني. ودي علامة برضو نقدر نعرف بيها المكان ده فيه قراميط أو لأ، لأن احنا ممكن نلاحظ أثناء خروجه بقه كده على وش المية ويرجع ينزل تاني، فممكن نبقى شفناه. ايه الحاجة التانية برضو اللي نستفادها من الخاصية دي اللي موجودة في سمكة القرموط؟ هي ان هو مش زي باقي الاسماك، لما واحنا بنصطادها احيانا بولتي احجام كبيره او حاجه، فبنضطر نشرق السمكه شويه نخرجها على وش الميه تاخد هواء وترجع، ده بيهلكها. في القرموط لا، هو مش هيجرى له حاجه لان هو متعود على الموضوع ده. عشان كده هو لما بيخرج من الميه حتى بيعيش لفتره طويله جدا. فدي برضو من خصائص القرموط، الحاجه اللي لازم نكون عارفينها برضو. في حاجة تاني كمان مهمة عن سمكة القرموط لازم نكون عارفينها لو احنا هنصطاد قرموط. ايه هي؟ ان القرموط سمكة شرسة في الاكل بتاعها، يعني عنيفة، فعشان كده لازم تكون مستعد لها بعدة صيد كويسة تتحمل العنف اللي بيحصل ده، عشان تعرف تطلع السمكة. عود يكون قوي لكن في جزء من المرونة، عشان السمكة هتاخد وتدي معاك. القرموط وانت بتجيبه لو جايبه من مسافه بعيده شويه، يعني مثلا 5 متر قدامك ولا 6 متر، ممكن تلاقيه تربس معاك في نص المسافه شويه، ما تنشافش عليه عشان الخيط بتاعك ما يقطعش، لكن ما تسيبلوش بوش قوي، خليك معاه، لان هو هياخد معاك وقت على ما يطلع، هو مش زي سمكه البولتي هتضرب تلاقي. في نقطة مهمة جدا وانت بتصطاد سمكة القرموط، احنا اتكلمنا على العود يبقى كويس، الخيط كمان يبقى كويس، ويستحسن تشتغل عليه بالخيط في حدود 50، ويبقى الخيط ترميلك منه فيه، وطالما هتشتغل في القريب يبقى لازم يكون على غماز. هنشوف دلوقتي بعد ما نعمل العجينة والتطعيم بتاعها هنشوف الموضوع ده. بس ده اللي كنت حابب اقوله لك عن انك لازم تكون مستعد بعده مناسبه لصيد سمكه القرموط. واحنا بنصطاد سمكه القرموط، القرموط احنا اتفقنا ان هو حساس جدا في الاكل بتاعه، وبيبتدي يعمل تاتش كده بالاشناب بتاعته للطعم بتاعه، ده هيسمع معاك في الغماز فوق انك هتلاقي الغماز بيبتدي يتحرك او ينقر معاك شويه. اوعى ترد على السمكه، العود لازم يكون على ايدك في اغلب الاحيان،
لو عايز صيد ناجح للقرموط ما تركنش العود وتقعد تشتغل غماز. لا، لو عايز تصطاد قرموط ركز فيه، لان العود لازم يكون على ايدك، لان هو لما هياكل هيخطف العود من ايدك، فانت ما تردش عليه الا لما تلاقي العود بيتاخد. لكن شغل الغمز بتاع البولتي ده لا، سيبه هو كده عمال يختبر الطعمايه ويطمن لها الاول، لكن لما هياكل هتلاقيه بيشد العود منك. فدي برضو نقطة مهمة جدا عشان صيدك يكون ناجح بإذن الله. زي ما قلت لك في صيادين مخصوص لسمكة القرموط، وبيعتبروا كل الصيد بتاعهم والفنيات بتاعته أسرار، وما بيحبوش يقولوا عليها للأسف يعني. أنا دوري ومهمتي إني أقول لك كل أسرار الصيد، سواء كانت بالنسبة للقرموط أو غير القرموط، سواء كانت بالنسبة للمية العذبة أو المية المالحة. أنا هقول لك كل تجربتي اللي مريت بيها خلال ال40 سنة وهنقلها لك، واتمنى انها تكون مفيده ليك. ده هو ده النجاح بتاعي، ان انا التجربه دي تكون مفيده ليك وتكون انت استفدت منها. لازم تعرف انت هتصطاد القرموط ازاي. هل هتشتغل على القرموط حداف، ولا هتشتغل على القرموط من خلال الميه اللي قدامك على طول؟ زي ما بقول لك الصيادين القدام دول بتوع القرموط دايما بيشتغلوا على القرموط قدامهم على طول، ما بيشتغلوش على طريقه الحداف، لان طريقه الحداف انت هتحدف في مكان بعيد، وبالتالي انت اولا مش متاكد ان في قراميط ولا لا. تاني حاجه انت مش متاكد ان الطعم بتاعك هيثبت للسن وانت بتحدف ولا لا. فعشان كده نجاح صيد القرموط نسبه كبيره منه لو هتصطاده من قريب ليك، مش هتصطاده من بعيد. دي حاجه، فلازم تحدد انت هتشتغل على القرموط ازاي. لو عايز تحقق فيه نجاح خليك في القريب. اولا تطمن ان الطعميه بتاعتك وصلت سليمه، ما وقعتش من السن وانت بتحدف ايا كان نوعها، عجينه او غير العجينه. تاني حاجه انك تكون اتاكدت من مؤشرات وجود القراميط قدامك في الميه. فعشان كده صيده من المنطقه القريبه انجح من صيده من الحداف. ده بالنسبه لي يعني ممكن يكون ناجح معاك او مع بعض الاصدقاء. وده الصيد ما فيهوش قاعده ثابته وما فيهوش طريقه واحده، لكن هو تجارب، وكل واحد على حسب الميه اللي بيشتغل فيها. واحد ساكن في مكان والميه القريبه منه مش مناسبه غير انه يشتغل بطريقه معينه فبيشتغل بالطريقه دي. فعشان كده كل واحد لازم يقول له تجربته ويجرب كذا طريقه لحد ما يشوف انجح طريقه هيشتغل بيها، ويكون ربنا موفقه فيها ان شاء الله باذن الله ويجيب بيها احلى سمك. زي ما قلت لك العجينه بتاعتنا النهارده فيها كل الصفات اللي كانت بتواجه مشاكل للناس اللي كانت بتشتغل بعجينه على القراميط قبل كده. العجينه بتبوش في الميه بسرعه فاحنا عالجنا الموضوع ده. العجينه بتقع من عن السن فعالجنا الموضوع ده. العجينه محتاجه تكون ليها ريحه نفاذه، وفرنا الموضوع ده بطريقه امنه ومضمونه ومش بتضايق بعض الناس وهم بيصطادوا. فدي المميزات اللي موجوده في العجينه بتاعتنا النهارده. لو عندك اي معلومه عن سمكه القرموط انا اكون ما اعرفهاش او ما قلتهاش، يا ريت تقولها لي في التعليقات عشان انا استفاد وزمايلنا الهواة يستفادوا منها. مستني تعليقاتكم ورايكم على المعلومات اللي احنا قلناها على سمكه القرموط. ولو انت بتصطاد سمك القرموط فعلا قول لنا ازاي بتصطاده وبتستهدفه باي طعم وبتصطاده في اماكن عامله ازاي، مواصفاتها عامله ازاي، عشان الكلام اللي بنقعد نتكلمه مع بعض في التعليقات ده كله معلومات بتفيدني وبتفيد زمايلنا الهواة. فمستني تعليقاتكم ان شاء الله باذن الله. كده ابقى قدمت لك كل المعلومات اللي اعرفها عن سمكه القرموط او سمكه السلاور. اتمنى تكون مفيده ليك باذن الله وتكون سبب في نجاح صيدك ان شاء الله. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتعمل شير لكل الاصدقاء عشان الكل يستفاد. وتكتب لي في الكومنتات ان شاء الله باذن الله ايه المعلومات كانت مفيده ليك. ولو انت عندك معلومه انا ما كنتش اعرفها يا ريت تقول لي عليها عشان انا اعرفها واصدقائنا كمان يعرفوها. ان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي اللي هو هيكون بيتكلم عن افضل عجينه لصيد سمكه القرموط او السلاور. الى اللقاء ان شاء الله.